التنشيط السوسيو الثقافي، مجموعه ديال الامور. ولكن اليوم راه طالبين منكم واحد الحاجه اخرى، طالبين منكم انكم تزيدوا تعاونونا اننا نزيدوا نديطايو او نزيدوا نبسطوا هذه المتطلبات ديالكم من خلال اننا الوقيته اللي كنا تنقدموا في الكيستيونير الكبير، تنقدموا شنو هما نجمعوا في لي دوني، كنا تنطلبوا اي مشكل شنو هي الحلول في نظرك الساكنه، في نظرك المواطن، شنو هي الحلول لهذا المشكل ديال الشغل او هذا المشكل ديال الصحه او هذا. الوقيته اللي رتبنا المجالات جينا عند الناس بغينا نرتبوا الحلول بناء على هذوك المحاور الكبيره. يعني تنجيو مثلا في الصحه تلقاو تشييد مراكز صحيه، اصلاح المراكز اللي هي كاينه، حملات تاسيسيه فابور الى اخره الى اخره. جمعيه الانطلاقه للطفوله والشباب بسيط برنوسي جمعيه محليه تاسست في سنه 1995 25 يناير. الاهداف ديالها بطبيعه الحال كالجمعيات اللي كانت مرتبطه بالصف التقدمي في المغرب، فهي الرفع من مستوى التاطير الشعبي ديال الساكنه في البلايص اللي هما فيهم، باش انهم ينخرطوا في تدبير الشأن المحلي. دونك هذا لوبجيكتيف بواحد الشكل اللي هو شمولي ما بيطيش بزاف. بالنسبه للمبادئ وداكشي ديالنا، فكاين القيمه الاساسيه للتربيه على حقوق الانسان في شموليتها كما هو متعارف عليها دوليا. المساله ديال الباع المتجولين، دابا حنا بارمي لي زاكس اللي خرجناهم في الدياغنوستيك في المساله ديال الباع المتجولين. في الوقت اللي ناضوا الباع المتجولين كيدافعوا على حقوقهم، بلاصينا اكوتي ديال الباع المتجولين. نابروش دروا اصحاب الحقوق، حنا المجتمع المدني غنتساندوا، ومساله حرجه كتهمنا كمجتمع مدني وصلنا للبرنوس، لانه الوقت اللي كنمشي للبرنوس واحد الوقيته ما تقدش تدوز. حنا درنا واحد المشروع اللي فات، خرج لنا واحد المذكره مطلبيه من بين المحاور اللي كانت فيها كان واحد المحور خاص بالباع المتجولين. دونك الوقيته اللي كنا حنايا تنوجدوا كيفاش شنو هي مقاربتنا وشنو هي الاليات اللي ممكن نديروا بها التتبع ديال المشروع، وقع واحد المشكل مع الباع المتجولين والعماله والمخزن بصفه عامه، العماله والمقاطعه ديال البرنوسي جراو عليهم ما خلاوهمش يحطوا. الوقيته اللي تنسيقوا حنا المشكل تندخلوا تيمشيو عنده الباع المتجولين، تيمشيو ندخلوا اونصومبل. المره الاولى ما تيبغيش يستقبل الباع المتجولين نظرا لانهم تعايروا مع بعضياتهم الى اخره. المره الثانيه تنمشيو تندخلوا تيلقاو بانه حل غادي ممكن انهم يحطوا، ملي تيمشيو باش يحطوا تيعاودوا يجريو عليهم. المرحله الثانيه هي اننا حاولنا درنا واحد اللجنه فيها مجموعه من الشركاء الاستراتيجيين اللي كاين تما منظمات من المجتمع المدني، وكانت اننا خصنا نديروا شي شكل اخر من غير انه الحوار، لان الحوار تفتح المره الاولى وبينوا نقدوا بالتالي خاص شكل تعبيري اخر. وكانت وقفه احتجاجيه اللي تعبر عليها بان راه كاينين الباع المتجولين مستعدين انهم يمشيو ابعد الامور في الاحتجاجات ديالهم. الوقيته اللي من وراها فالعماله ملي تيمشيو عند الباع المتجولين باش يفتحوا النقاش تيمشيو ناس جداد اللي ما بانوش لا في الوقفه الاحتجاجيه لا المره الاولى، فتي بحال تيبغيو يطمعوهم في مطر وفي شي حويجات ديال الاندياش. الناس اللي تيقبلوها من بعد ترجعوا باش نمشيو اونصومبل تيرفض بتاتا انه يدخل الباع المتجولين، تيدخلنا حنا الحوار عندنا، وهذا ضد التوجهات ديالنا، ولكن نظرا على مشكل انساني العيد الكبير قرب والناس تيقول لك بانه عندهم واحد السيمانه ما حطوش، بالتالي الان عندهم واحد 15 يوم 18 يوم خصهم يحاولوا يجمعوا فيها واحد طريق الخبز باش يشريو العيد وباش يشريو مجموعه ديال الامور. فكان وعد انه غادي يخليهم انهم يحطوا من بعد هذاك الشيء الامور اللي شافها كامل والانترفونسيون ديالنا حنا كمجتمع مدني.